في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال. بهذا القسم وبهذه الكلمات الملزمة والواضحة يبدأ الطبيب مشوار مهنته بأن يكرس نفسه من أجل خدمة البشرية، وأن تكون صحة المريض لها الاعتبار الأول في مختلف الظروف، والأهم من كل ذلك بأن لا يدع اعتبارات الدين أو الجنسية أو العرق أو حتى التوجه السياسي تتدخل بينه وبين تأدية الواجب تجاه المريض. وتحت أي ظرف سياسي كان أو غيره ليس من المقبول أبدا أن يتخلى الطبيب عن مهنته السامية في وقت من المفترض أن يكرس لمن يحتاجه من مرضى ومعوزين ليشارك في مسيرة سياسية أو اعتصام، كونها تتعارض وبكل بساطة مع المسؤوليات الأخلاقية لشخص نذر نفسه لتقديم العون بعيدا عن أي اعتبارات مهما كانت، خاصة إذا كانت هذه الاعتصامات داخل المستشفى ملاذ المرضى، وهو الأمر الذي عبر عنه أطباء لم يرضوا بأن يتم استغلال المستشفى لغير غرضه الأساسي. احنا كلنا موجودين لغرض نرفع كلمة واحدة، هي أن احنا مع الوطن، واحنا نلبي نداء الوطن، واحنا هني نتكلم عن شيء واحد، أن الطب مهنة إنسانية. الطب شيء متعارف عليه عالميا ودستوريا ودوليا، أن الطبيب موجود في السلم وفي الحرب. الطبيب يخدم الجميع. الطب عمره ما أخذ أي اتجاه تطرفي أو اتجاه سياسي. إن تداخل السياسة بالمهن النبيلة أمر مرفوض بشدة، فكيف إذا كانت هذه المهنة هي أسمى المهن على الإطلاق، والتي ترتبط باستعداد دائم لتخفيف الألم والمعاناة عن مريض لجأ لمستشفى أملا في علاج أو راحة. إذن وبعد أن شاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام دعونا نرحب